بتبدأ الحكاية بطفل وحيد كان واخد كل اهتمام أبوه وأمه. أهله كانوا شغالين في شركة حيوانات كبيرة وشغلهم كان بيخليهم يسافروا أماكن كتير، لكنهم كانوا مخصصين وقت للعب معاه. باباه كان بيسأله عن إن يكون ليه أخ صغير لأن مامته كانت حامل ساعتها. وهنا بنشوف إن الأطفال في الشركة دي بيتقسموا لجزئين، جزء بيبقى طفل عادي وجزء بيبقى طفل إداري. وتاني يوم كان بيلاقي طفل غريب داخل عليه ومامته وباباه بيعرفوا إنه أخوه الجديد. طبعا من ساعتها حياته اتغيرت 180 درجة، من الطفل المدلل الوحيد لأخ كبير. وبيشرح لنا ازاي حياته اتغيرت وان اخوه الصغير بدأ يتحكم في كل حاجة. اول ما بيعيط البيت كله بيلف حواليه عشان يعملوا له اللي هو عايزه. بيحاول يفهم ان الطفل ده غريب جدا وكان عنده حق لان مفيش طفل بيلبس بدلة. ردهم عليه كان ان الاطفال ليهم دماغ لوحدهم، وهو كان مستني اهله عشان يحكوا له قصة قبل النوم، ولما بيجوا بيلاقوهم نايمين على نفسهم من التعب. ولما بيكون هو قاعد بيسمع صوت اخوه وهو بيتكلم في التليفون، فبيدخل يشوف ايه اللي بيحصل وبيكتشف ان اخوه هو اللي بيتكلم، وبيعرف ان اخوه استولى على البيت واخد اهتمام مامته وباباه. بيقرر انه لازم يكتشف حقيقة الطفل لاهله. البيت كان مليان اطفال صغيرين وهو كان خايف منهم. وبعدين بيلاقي اخوه مجمع الاطفال وبيتفقوا على حاجة، وهو كان عايز يسمع هما بيقولوا ايه، لكن الطفل شغل واحد منهم عشان يعمل صوت يخليهم مش قادرين يسمعوا. بيقول لهم ان اعدائهم الكلاب الصغيرة، وان الكلاب دي واخده حب واهتمام اهاليهم. كان في اعلان من شركة عن كلب جديد، لو الناس اشتروه هيأثر على حبهم للاطفال، فبقت حرب بينهم وبين الكلاب وهم لازم يكسبوا. اهاليهم لما دخلوا عليهم عملوا فيها ابرياء. الطفل كان عايز يسمع الشريط لباباه ومامته لكنهم حاولوا يمنعوه. جري منهم واخد الشريط وفضل الطفل الصغير يطارده لحد ما اتخلص منه بره البيت. اول ما دخل اوضه المكتب بتاعت باباه لقى اخوه جوه بيلعب بلعبته المفضله. شدهم من بعض لحد ما اتقطعت. كان عايز يحدفه من الشباك لكن اهله دخلوا عليه. مامته وباباه كانوا زعلانين منه لانه حاول يرمي اخوه من الشباك. هو كان عايز يحكي لهم على اللي شافه، بس مين هيصدق ان الطفل بيتكلم وكمان بيعمل اجتماعات. قرروا يعاقبوا تيم ب3 أسابيع في البيت مع اخوه عشان يتعودوا على وجودهم معاه. كان قاعد زعلان في اوضته، ولما بيدخل عليه اخوه بيقعد جنبه يقول له على كل حاجه. بيعرف انه شغال في شركه اسمها بيبي وهي اللي بتصنع الاطفال. كمان بياخده عشان يوريه الشركه ويعرف ان الاطفال هناك بيشربوا لبن سحري عشان يفضلوا اطفال طول الوقت. بيقول له ان عنده مهمه عشان يعرف معلومات عن الكلب الجديد لشركه باباه ومامته. المديره بتاعت الطفل كانت متعصبه منه عشان لسه ما جابش المعلومات اللي عايزينها. طبعا كان عايز يتخلص منه ويرجع تاني ويبقى وحيد مع مامته وباباه. قرر انه يساعده في المهمه وبداوا يحطوا خطه عشان يروحوا الشركه مع باباهم، وكان لازم طبعا ان هم يحبوا بعض عشان يعرفوا يروحوا هناك. وفعلا عملوا كده لحد ما وافق اهلهم انهم ياخدوهم معاه في يوم اصطحاب الاطفال للشغل في منطقه الاطفال. طبعا هم الجواسيس بداوا يدوروا على اي حاجه تخص الكلب، وفعلا نجحوا ودخلوا مكان جوه وواضح انهم وصلوا لحاجه مهمه. لكن للاسف كل ده كان خدعه من رئيس الشركه اللي كان مستنيهم. كان شغال في شركه الاطفال وعارف كل الطرق بتاعتهم. حكى لهم انه كان مدير ناجح جدا، بس كان عنده مشكله صغيره وهي انه كان عنده حساسيه من اللبن اللي بيخليه الاطفال خارقين. بعد فتره ما عادش اللبن بيعمل معاه مفعول، وده خلاه يكبر في السن وخلى الشركه تطرده. قرر انه ينتقم منهم بالكلب. كان ناقص حاجه مهمه في الخطه والطفل جابها له، وهي اللبن السحري اللي بيخلي الاطفال يفضلوا صغيرين. وقال لهم انه ياخد اهله معاه وهو مسافر للمؤتمر. الكبارش كان بيقول له مستحيل اهلنا يسيبونا لوحدنا معاك، بس هو كان عامل حسابه وجايب اخوه يبقى مربيهم. الطفل كان بدا يبقى طبيعي لان مفعول اللبن كان بيروح منه. عملوا خطه على اخو رئيس الشركه عشان يهربوا منه ويروحوا للمطار. للاسف كان اسرع منهم. ساعتها بيقول له انه حياته كانت مثاليه لحد ما هو ظهر. بعدين بدا يحس بالذنب وبيتصل باخوه، واللي بيكتشف انه لسه جنبه ممشيش ولا حاجه. وبيعرفوا ان في طياره تانية رايحه نفس المدينه اللي فيها المؤتمر. بياخدوا تذكره وهدوم واحد من الركاب عشان يطلعوا مكانه. وطبعا المضيفه بتستغرب لانهم مسافرين لوحدهم من غير اهلهم، لكنهم بيقولوا ان هم اولاد الطيار ووصلوا للمدينه اخيرا. لكن المفاجاه ان اخو المدير كان معاهم على نفس الطياره. ولما بيوصلوا بيعملوا فيها ان اخوه تعبان عشان البنات. الطفل كان خلاص في المراحل الاخيره لتحول لطفل عادي. وساعه ما بيوصل المؤتمر مدير الشركه فعلا كان بدا يقدم العرض بتاعه، والناس كلها كانت مبهوره بالكلب اللي ما بيكبرش. ساعتها شاف المدير واهل الطفل واخوه كانوا واقفين وراهم وجايين في وسط اهلهم وكانوا مستغربين. بياخدوا اهل الطفل ورا الكواليس واخوه بيروح وراهم عشان ينقذهم. ودول بقى الكلاب اللي كانوا بيعدوا في اللبن السحري عشان يفضلوا صغيرين. حصلت معركه مع رئيس الشركه لحد ما نجحوا في النهايه. خطته ان عامل صاروخ حاطط فيه الكلاب، لكنهم نجحوا انهم يخرجوهم من الصاروخ. وهم خارجين بياخدوا الصندوق اللي فيه اهلهم في الطريق. الطفل بيشرب تاني من اللبن السحري عشان يرجع زي الاول. رجع الطفل تاني من اللبن السحري لكنهم كانوا عايزين ينقذوا اهلهم. وفي الاخر بيرجعوا يقولوا لهم معلش هنربيكم من اول وجديد تربيه
ايه احسن من كده. تنتهي مهمتهم ويفهموا ان هما لازم يمشوا، والطفل بيعرف ان اهله مش هيبقوا فاكرين عنه اي حاجة ولا اكنه ظهر خالص. وفي الوقت ده كانوا بيحتفلوا بالطفل في الشركة لانه نجح في مهمته. في النهاية اخوه الصغير بيكتب له رسالة انه هيرجع لهم تاني. ساعتها بيروح يستقيل من الشركة وبيرجع لهم في البيت. رجع لهم لكن بصورة طفل طبيعي، وتنتهي الحكاية اللي كان بيحكيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة.